السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم بناتي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كنا عملنا الورشه بتاعت الشنطه دي يا بنات، ايه رايكم؟ شنطه خشب دخلنا فيها اكسسوارات وايد خشب. الشنطه طبعا تحفه. اهي. فقلنا بقى نعمل ايه؟ طقم حلو كده، اكسسوارز يتلبس عليه لبناتي اللي بيحبوا الاكسسوارات بيهتموا بيها. للي اول مره تدخل عندي على قناتي، احنا قناه عالم هناء للخرز وشغل الهاند ميد، فيها كل ما يخص الخرز، اكسسوارات، شنط، فوانيس، فيديوهات تسعير خرز، تسعير اكسسوارات، خامات خرز، خامات اكسسوارات. ده فيديو وده فيديو. عندك 11 موديل شنط على القناه اللي هم بارك. لو انت لسه مبتدئه وما بتعرفيش تشتغلي في اي حاجه في شغل الخرز، ادخلي على اي فيديو من الموديلات دي، بعلمك في الاول طريقه عمل الغرزه وبمشي معاكي واحده واحده، شرح بالتفصيل الممل علشان المبتدئين. هتشتغلي ورايا الشنطه وان شاء الله هتخلصيها وهتبقى زي الفل. النهارده بقى هنعمل مع بعض عقد زي ما قلت لكم للشنطه الحلوه اللي احنا شفناها دي، ببواقي الخرز بتاعها. انا عندي الخرز الخشب اهو، ده مدور مقاس 8. هنضيف عليه الخرز الذهبي ده مقاس 6. هنحط الوحده بتاعت الاكسسوار دي اللي احنا مستخدمينها في الشنطه. طبعا عايزه قفل، عايزه حلقات معدنيه، عايزه اللهم صل على النبي، عايزه استوبر المثلث، الاستوبر التاني الصغير اللي هو النمنم ده اهو. وخيطك بقى انا هشتغل بنفس الخيط اللي انا اشتغلت بيه الشنطه، عشان حتى اللي ما عندهاش اي يعني اشتغلي بامكانياتك. طبعا احنا قلنا دول لا غنى عنهم في شغل الاكسسوارات والمقص بتاعك. تعالوا بقى اول حاجه نعمل العقد. عقد بسيط جدا للبنات اللي بتحب البساطه في شغل الاكسسوارات، كمان ما بتعملش العقد. القفل ده كبير قوي، خلينا في قفل اصغر اهو. يعني العقد ده خفيف مش محتاج قفل كبير. اقطعي خيطك مثلا متر ولا متر وشويه كده، عقد صغير مش كبير قوي. خلاص هاتي الاستوبر بتاعك النمنم ده الصغير. لو عايزه ان انتي تعلقي ده من هنا وتعلقيه من هنا بالاستوبر المثلث، تعالوا نعمله عادي مفيش مشكله اهو. هنخش كده بالاستوبر المثلث بتاعنا ده كده في طرف الخيط، طرف واحد بس، وهتحطي اللي هو النمنم الصغير ده برضو في طرف الخيط بتاعك اهو. تمام. وهتضغطي عليه بدي اللي هي القصافه دي اللي بنضغط بيها. تمام كده. وهتدخلي الاستوبر فيها وتقفلي عليها. هنا بقى هنحط الحلقه المعدنيه وبعدين هنعلق فيها القفل بتاعنا اهو. افتحي الحلقه كده اهي، بعدين اقفليها تاني. دخلي القفل بس فيها الاول وبعدين نقفلها اهي. تمام كده. تمام. حته زياده في الخيط قصيها كده كده. القفل بتاعك اهو اتحط في الحلقه يبقى زي الفل. حته الخيط اهي بس.
تمام اهو القفل بتاعي اهو جهزته. تيجي بقى من الناحيه التانيه من الطرف التاني، ابتدي بقى اشتغلي العقد بتاعك. احنا هنشتغل لضم يا بنات، ما فيهوش حاجه، مش هنعمل غرز ولا حاجه المره دي زي كل مره، لا احنا بقى عقد بسيط خالص لضم بقى. هتحطي واحده ذهبي، وبعدين هنجرب كده 3، وبعدين واحده ذهبي، 3 تاني، وادي واحده ذهبي، انتي بايظه مفيهاش فرن اساسا. بسم الله اهي، عين 3 تاني، واحده ذهبي، ده الشكل اللي يبقى في الجناب. تمام الشكل كده عشان تشوفوه كده. رابع مرة احنا هنشوف الطول المناسب وهنعرف مع بعض هنحط كم مرة. واحد 2 3 4 5، ستة، 7. هنعمل مع بعض كام ورشه بنات، حاجات كده سهله وبسيطه للبنات المبتدئات في الاكسسوارات. انا شايفاهم كتير على النت، اللهم بارك، ودخلوا عندنا يعني في معظمهم دخلوا، فانا عايزه اعمل لهم كام ورشه كده فيها فكره في نفس الوقت سهله، نبتدي معاهم بالراحه وبعدين يتعلموا معانا بقى واحده واحده الشغل التقيل بتاع الاكسسوارات ان شاء الله. اللهم بارك، هما ايديهم زي الفل. 6 7 8. هشوف كده المقاس. نعمل واحده كمان كده. 9. كفايه كده. و9. هنبتدي بقى هنحط الوحده الطويله بتاعتنا دي هتاخد مساحه وهتاخد مكان، فعشان كده قلت كفايه. البني في الجنب، نحط واحده. طبعا اللي ما اشتغلش معانا الشنطه ما يعرفش، انا ده يا بنات بنشتريه بالكيس من بتوع الاكسسوارات. الكيس ب5 جنيه، مش غالي، ده الكيس ب5 جنيه. في بقى اشكال والوان منه، بس انا اضطريت ان انا اجيب الفاتح ده علشان يكسر اللون الغامق اللي في الشنطه، انما انت لو رحتش هتلاقي اشكال والوان، تجيبي طبعا الشكل اللي يعجبك. حطينا بقى واحده ذهبي، وبعدين هتحطي برده 3،
طيب انا شايفه ان في النص هنا يعني الجزء ده كده نزوده نعملوه 4. الجزء اللي بعد الاكسسوار الطويل ده عشان العرض بتاع الطول بتاع ده يبقى مناسب مع الطول ده، ما يبقاش ده طويل وده صغير، لا انا حاطه ده يبقى ده مقاس ده. فاهماني ازاي الفكره؟ بعدين حطي واحده، بعدين حطي واحده ذهبي، و4 خرز مدور. خرز ده مقاس 8 زي ما قلت لكم. وبعدين واحده ذهبي، وبعدين واحده تاني من دي. طب انا هحط من الاكسسوار ده كام واحده؟ هحط 5. عايزه 2 في الجنب من هنا و2 في الجنب من هنا، واحده تبقى في نص العقد، يبقوا 5. مسدوده. برضو هتقفليها بالذهبي كده 3. دي 4 كده بالذهبي. أربعة. واقفلها بالذهب. هنحط بقى 5 واحدة اللي هي الأخرانية. نوقف الصوت ده. تمام. وبعدين دي 5 واحدة عن الأخرانية. خلاص بقى كده ال5 دول الجزء ده كده زي بعضه 4 في الخشب المدور عشان يبقى ده مناسب للطول ده، يبقوا الاتنين مناسبين لبعض. انتي بعد كده بقى هتعملي ايه؟ هتكملي العقد بتاعك زي ما عملتيه في البداية. يعني احنا عملنا بعد كده 3 واحدة ذهبي. كم مرة؟ مرة 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 مرات. يبقى انا هكرر اللي انا عملته هنا هكرره هنا، بما ان الورشة يعني مش هتاخد وقت هنكررها معاكم بالراحة كده بسرعة. 3 سوري، حط 3 واحدة ذهبي، 2 3 واحدة ذهبي كده 3 مرة. كده عملنا كم مرة؟ 1 2 3 4 5 6 7. خشوا اتفرجوا يا بنات على الشنط اللي بتشتغل اكسسوارات، جربي الشنط
طالما ايدك في ده حلوه هتبقى ايدك في ده حلوه ان شاء الله. 1 2 3 4 5 6 7. فاضل لنا مرتين كمان. 8. اخر واحده دي التاسعه بقى. نحط واحده دهبي. لو تلاحظوا بعد بدل المره 2 و3 و10 منعا للنسيان. خلاص كده. خلي حته بقى ايه فتله كده مناسبه. هتحطي برضو الحباسه بتاعتك المثلثه دي، وبعدين مدوره، مسكتش. تمام كده خلاص قفلناها وقصينا الخيط بتاعنا. طبعا الحته الفاضيه دي انا قاصده انت بتسيبي زي نص سنتي كده قبل ما بتقفلي علشان العقد بتاعك ما يتفرتكش. لازم يبقى فيه منفذ كده نص سنتي للعقد كله، نص سنتي للعقد كله، ما تزوديش عن كده عشان ما يبقاش خيخ. تمام. هنا بقى هتحطي الحلقه المعدنيه بتاعتك. تمام كده. بقى تزودي حته سلسله صغيره، عندك حته مقطوعه كده حطيها صغيره كده. كان عندي حته اطول هنا اهي اهي حلوه كده. دي حته كده صغيره تطولي وتقصري زي ما انت عايزه. اهو. وادي العقد بتاعنا. هتثبتي الاستوبر بتاعك. احنا هنعمل نفس الستايل، يبقى طقم على بعضه. جامد اهو. حتى الاستوبر بيمسك في الخيط ده اكتر. الخيط ده مقاس 30 بتاع الاكسسوارات اهو. جامده اهي. تحطي فيها حلقه، تحطي فيها قفل. تمام. اعملي بقى على قد الايد بتاعتك. زودي
زودي حته كده عشان انتي بتشتغلي. نفس الستايل زي ما عملتي ده تعملي ده عشان ما يبقاش في حاجه شاذه. هنحط واحده ذهبي وبعدين البني بتاعنا الخشب. طبعا انتي عايزه تعمليه خرز اعمليه خرز مفيش مشكله. تلاتة تاني. نجرب برضه عشان نعرف المقاس مظبوط. حطينا مرتين اهو. تعالوا بقى نحط الطويله، احنا عايزينها دي في النص. هنشوف نحط اتنين مرتين الناحيه التانية، شوف هل المقاس كده مظبوط ولا عايز تاني. مراناش حاجه اهو. اتنين تلاته نحط تلاتة كمان. وادي واحدة. شوف بقى المقاس. هي كده عندي انا المقاس مظبوط، لان بما انها لبنوتي وهي ايديها رفنوعة خالص فيا دوب كده. بس انا هزود برضو حتة سلسلة، افرضوا انا حبيت البسها يعني اشمعنى هي مثلا لما عاوز انا بقى البسها ابقى احط فيها سلسله، اكبرها يعني من السلسله ولا ايه؟ انتوا تلبسوا واحنا لا. اهي حط الاسطوبه. جامد اهو. وادي النص سنتي اللي احنا قلنا عليه. لا الاسطوبه ما قفلش، شكله بايظ. ناخد واحد تاني. مبقاش في حاجه عدله في المنشيه، حتى ان لقيتي لازم الحاجه يبقى فيها اي عيوب. انا بحسدكم بصراحه يا بتوع القاهره. اهي كده تمام. اهي مسكت. اقفليه بقى كده. بصوا انا بعمل حركه ازاي يا بنات، بلفه كده وبدخله جوه تمتين برضو. بس احط بقى ايه الحلقه وحته سلسله كده صغيره عشان ايه لو حبيت اكبر شويه. ممكن حته السلسله دي اعلق فيها حاجه يعني مع بعض كده. يلا نخترع.
هعلق بقى في السلسلة. تمام اهي. بصوا الجمال مع الطقم اهو. جميل قوي. ممكن بقى ايه السلسله دي اعلق فيها حاجه، يعني ممكن اجيب، انا جبت اهو المسامير اللي قلت لكم عليها اللي هي براس من تحت دي، الحمد لله بعت جبتها. شوف بقى ايه نقدر نعمل منها ايه. ناخد واحده اهي. بصوا الخرز ده، الخشب ده فتحته برضو كبيره، مع انه بيعصلك في الدخول بس فتحته كبيره برضو، ما تضمنيش يعني، فاهمه؟ بس هي ايه اهي دخلت اهي. لو الفتحه بتاعتك كبيره حطي واحده من دي الاول وبعدين حطي فوقيها الخشب، لكن طالما هي دخلت كده تمام. هقصر بقى ده كده. لا بصوا طلعت ازاي، زي ما بقول لكم اهي طلعت. فللامان حطي واحده من الذهبي دي، خرمها ضيق فمش هتطلع منك، وبعدين دخلي دي. نعدل معلش ده اهو تمام. بعدين بقى بصي بسم الله من كده لتحت كده، اتني لغايه اخر المسمار بتاعك. علمتكم انا الحركه اللي احنا بنعملها دي، بمسك من هنا وايه وبعدل الحلقه بتاعتي اهي. بصوا ممكن بقى نعلقها في ايه في السلسله دي اهي، يبقى عملت شكل اهو. جيبي كده ايه حلقه معدنيه معلش يا بنات ايديا تعبانه. تعالي بقى ايه ادي مثلا 1 2 3 حطيها في التالتة. هعدل بعد كده لان انا مش عارفه في حاجه هنا تعبتني. احط واحده كمان. ممكن التانية تبقى اطول كمان، ان مثلا هتحطي واحده ذهبي وبعدين واحده من دي بعدين واحده تانية ذهبي. ابدعي بقى يعني ايه، اخترعي زي ما انت عايزه. دمتم مبدعين. انت مبدعه يعني انت متميزه في شغلك. بصوا طلعت برضو لا جامده. انا مش قادره الف من الصبح معلش. بسم الله. تمام. هتجيبي برضو حلقة معدنية
هندخلها برضو اهي في الحلقة، وبعدين على نفس عدلة السلسلة بتاعتك هديلي كده عشان تبقى على نفس العدلة بتاعتك. واحد اتنين تلاتة، شايف الرابع. اهو زودنا حاجة بسيطة هتدي الانسياب بتاعك شكل اهو مدلدل، يعني هي لما هتلبسها تبقى دي كلها مدلدلة، السلسلة دي كلها هتبقى مدلدلة في ايديها. انما انا لو لبستها طبعا هتبقى واحدة فيها واحدة مدلدلة. شايفين؟ مش عارفة اقفل من صبعي، معلش في حاجة حصلت وانا بقفل وبفتح في البنز، العظمة تعبتني فمعلش مش عارفة. انما بصوا شكلها اهو كده، غيرنا كمان في الشكل. زي ما بقولك طول ما انتي بتشتغلي ابدعي واخترعي وزودي، زودي حاجة، نقصي حاجة ما عجبتكيش نقصيها، كل واحدة وذوقها. اهو الطقم بنات. يا رب تكون الورشة عجبتكم. هي ورشة بسيطة خالص وسهلة، وجات لي فكرتها لما عملت الشنطة زي ما قلت لكم، وقلنا نعمل طقم اكسسوارز للشنطة عشان يبقى طقم كده حلو، وتبقى وهي لابساها الشكل كله فيه تميز كده وفيه شياكة. الهاند ميد اساسا كله شياكة، يعني الواحدة لما بتبقى لابسة هاند ميد يعني معناها ان انتي متميزة. حاجة مش موجودة مش هتروحي تشتريها من محل وتلاقي منها بالدست. هاند ميد يعني حاجة معمولة مخصوص، بتتقلد بعد كده وليكم مبدعين عشان تفضلوا في الشغل مدة طويلة ما تقفوش. كل ما بتغيري في موديلاتك وكل ما بتعملي، يعني انا بقول للبنات اللي عندها شنط بقالها شهر ولا 2 ولا 3 ولقيتيها ما اتباعتش، ما تفضليش تقولي لا انا عندي شنط ما اتباعتش. لا، انت عندك خرز، عندك فلوس ميتة. فكي الخرز واعملي شنط جديدة، اعملي موديلات جديدة واعرضيها. ما تقوليش انا عندي شنط، لا، شنط يعني ترندها وقف. هاتي فكي الخرز واشتغلي شنط موديلات جديدة. ربنا معاكم ويوفقكم، وان شاء الله تبقى فتحة خير على الكل. يا رب تكون الورشة عجبتكم، وقابلكم ان شاء الله في ورش جاية كتير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.